أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: هزة أرضية جديدة تضرب الجزائر والمغرب قبل قليل. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم. التفاصيل: أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجمعة 3 يناير 2024 تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر. وبحسب بيان نشره المركز في صفحته على موقع فيسبوك، تم تسجيل الهزة الأرضية على الساعة 1:40 بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر. وحدد مركز الهزة الأرضية ب4 كيلومتر جنوب شرق منطقة الدار البيضاء في ولاية الجزائر. من جهتها كشفت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولاية الجزائر البليدة. وفي سياق متصل، سجلت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد الجغرافي الوطني الفرنسي صباح اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريختر ضربت سواحل الناظور والدريوش. ووفقا للمعطيات الأولية وقعت الهزة الأرضية على الساعة 11:54 صباحا، وبلغ عمقها 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعلى بعد أقل من 70 كيلومتر عن ساحل مدينة الناظور. وبالنظر إلى قوة الهزة الأرضية فقد شعر بها عدد قليل من السكان بمدن الناظور ومليليا المحتلة والدريوش والحسيمة، إلى أنها لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية حسب ما أفادت به السلطات المحلية. جدير بالذكر أن هذه الهزة تأتي في سياق النشاط الزلزالي المتكرر في بحر البوران والمنطقة بشكل عام، والذي يعد ظاهرة طبيعية مرتبطة بالطبيعة الجيولوجية للمغرب. هذا ويدعو خبراء في المجال إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في حالة حدوث هزات أرضية قوية، مثل البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن المباني الشاهقة والأشياء التي قد تسقط. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: هزة أرضية جديدة تضرب الجزائر والمغرب قبل قليل. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم. التفاصيل: أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجمعة 3 يناير 2024 تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريختر في العاصمة الجزائر. وبحسب بيان نشره المركز في صفحته على موقع فيسبوك، تم تسجيل الهزة الأرضية على الساعة 1:40 بشدة 3.1 درجة على سلم ريختر. وحدد مركز الهزة الأرضية ب4 كيلومتر جنوب شرق منطقة الدار البيضاء في ولاية الجزائر. من جهتها كشفت مصالح الحماية المدنية أنه لم يتم تسجيل أي نداء استغاثة أو تدخل بعد عملية التعرف والاستطلاع عبر مراكز التنسيق العملي لولاية الجزائر البليدة. وفي سياق متصل، سجلت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد الجغرافي الوطني الفرنسي صباح اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على سلم ريختر ضربت سواحل الناظور والدريوش. ووفقا للمعطيات الأولية وقعت الهزة الأرضية على الساعة 11:54 صباحا، وبلغ عمقها 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعلى بعد أقل من 70 كيلومتر عن ساحل مدينة الناظور. وبالنظر إلى قوة الهزة الأرضية فقد شعر بها عدد قليل من السكان بمدن الناظور ومليليا المحتلة والدريوش والحسيمة، إلى أنها لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية حسب ما أفادت به السلطات المحلية. جدير بالذكر أن هذه الهزة تأتي في سياق النشاط الزلزالي المتكرر في بحر البوران والمنطقة بشكل عام،
والذي يعد ظاهرة طبيعية مرتبطة بالطبيعة الجيولوجية للمغرب. هذا ويدعو خبراء في المجال إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في حالة حدوث هزات أرضية قوية، مثل البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن المباني الشاهقة والأشياء التي قد تسقط. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.